شارك الفنان أحمد سلامة متابعيه على موقع فيسبوك بصورة لوجهه يظهر عليها مدى تأثره وانتفاخه بشكل كبير، مما أقلق متابعيه بعدما اكتفى بالتعليق عليها قائلا: الحمد لله، قدر الله وما شاء فعل. وهي الصورة التي أقلقت متابعيه بشدة، خاصة إنها جاءت بعد إجراء عملية جراحية، العملية التي أجراها الفنان أحمد سلامة في الأسنان، وذلك على إثر إصابته بخراج مؤخرا استدعى تدخلا جراحيا. من جهة أخرى، سبق أن قال الفنان أحمد سلامة إن الممثل الشاطر يقدم كل الأدوار، موضحا إن أول عمل درامي له كان مسلسل قصر الشوق مع المخرج الكبير حسن الإمام، وكان عمره وقتها 5 سنوات فقط. وأضاف الفنان أحمد سلامة خلال برنامج الستات ما يعرفوش يكذبوا المذاع على قناة CBC إنه دخل فرقة أبطال التلفزيون منذ طفولته من خلال الأستاذة إنعام الجريتلي، وكان معه كل من الفنان محسن محي الدين والفنان الراحل عبدالله محمود والفنان الراحل ممدوح عبد العليم. وتابع الفنان أحمد سلامة إن حسن الإمام شخصية طيبة للغاية، وعندما كنت طفلا كنت عندما أنظر له أبكي، مشيرا إلى أنه لم يعمل كثيرا مع الفنان نور الشريف سوى مسلسل لن أعيش في جلباب أبي.